مساكم الله بالخير جميعا. هذا تحليل مباراتي في الجولة الثامنة من بطولة عمان الفردية للشطرنج 2023. في هذه الجولة أنا ألعب بالقطع السوداء ضد منافسي صدام الهدابي يلعب بالقطع البيضاء. منافسي لعب السي 4 وهذا الافتتاح الإنجليزي، رديت عليه بالإي 5، نايت سي 3، نايت اف 6، وبعدين الإي 4. وهنا بصراحة منافسي فاجأني بنقلة الإي 4 من ثالث نقلة. قبل الجولة أنا كنت محضر إني ألعب هذا الافتتاح ضد الإنجليزي، يعني عادة ممكن يلعب الجي 3، فأنا أدفع الدي 5 مباشرة، أكسر الوسط وأحرر الفيلين. فالفيلين الحين سهل لي يتحركوا، كمثال لو نقل دي 6، هذا الافتتاح اللي تقريبا أنا محضرنه كمثال، وبعدين أبيض طويل وأبدأ أهجم عاد جنود جناح الملك كمثال. هذا تقريبا اللي كنت محضرنه بشكل أساسي. نرجع على نقلة الإي 4. نقلة الإي 4 خلاص تمنع الدي 5 نهائيا، الحين دي 5 ممنوعة. ممكن أدفع السي 6 وبعدين الدي 5، لكن بتفتح جناح الوزير، وأنا كانت عندي النية إني أبيض طويل وما أريد أفتح جناح الوزير أكثر من اللازم، فكملت انتشار طبيعي الحصان على سي 6. الحين منافسي لعب الجي 3، لعبت الفيل على الوتر قوي جدا، وبما أن المنافسي لعب السي 4 والإي 4 فهذا المربع ضعيف جدا، فلازم أسيطر عليه الحين بالحصان وبالفيل. مستقبلا الحصان يقفز على المربع الدي 4 القوي جدا عندي، ونفس الشيء هو نقطة ضعف عند الأبيض، فهذا المربع ضروري جدا أركز عليه. كملت انتشار طبيعي، طلعت بالفيل، كل القطع طالعة، فيلين وحصانين، وهذا المربع الضعيف عندي أنا. ممكن مستقبلا ممكن يقفز الحصان على المربع الدي 4 أو الدي 5. لعبت الوزير على أساس أني أبيض طويل، وهنا يمكن واحدة من المشاكل أن الحين منافسي تقريبا دافع السي 4، فالاي 3 والبي 4 أسرع بتكون، لما أبيض طويل بتكون عندي خطورة. والكمبيوتر طبعا متفق، كان وضعية تعادل قبل التبييت. بعد التبييت تفوق أبيض 1.5 تقريبا، لأن هجوم الأبيض بيكون أسرع بكثير عن هجوم الأسود. منافسي نقل الحصان الحين، يمكن الأفضل يبيت يطلع القلعة، ولا الحين تبييت ممنوع طبعا. عندي فيل ووزير ضاغطين على جندي الاتش 3، فالتبييت ممنوع. نقل بحصان في المربع الضعيف عند الأسود، والقوي للأبيض مدعوم بجنديين ومدعوم بالفيل من خلف الجندي. طبعا الحين هو مهدد ياكل الحصان على الاف 6 ويدبل الجنود، لكن تدبيل الجنود شفت انه بيكون من صالحي، فلعبت الاتش 6 عشان ما يربط بالحصان بالفيل. عفوا لو لعبت نقلة عادية النقلة الجاية ممكن تكون الفيل، فلو هددت بضرب وبخسر فيها جندي، فلازم اول العب الاتش 6 طبعا قبل الفيل. العب الاتش 6 الحين، لو ضرب بحصان راح ينفتح العمود الجي، مستقبلا بجيب القلعة الثانية على عمود الجي، وبيكون عندي هجوم قوي. يعني كمثال يعني بشكل نقلات عادية الحين ممكن أدفع الاف 5 مستقبلا، أضغط على الجندي هذا الجندي الدي 3 على الجندي الاتش 3، وبعدين أقدر أرجع الفيل نفس المربع وأدفع الاف 5. الحين أدفع الاف 5 والاف 5، بعدين حتى أقدر أدفع الاتش مرة وأفتح جناح الملك بشكل كبير. طبعا حاليا نقلة غلط لأن في فورك، بس هذه كانت واحدة من الأفكار. لو الأبيض حاول يكسر
أو يدبل الجنود على عمود الإف. طبعا منافسي فهم الفكرة، ما كسر في إحصان بحصان. منافسي الحين طبعا طالب البي 4، فألعب الاي 6 عشان أفرغ مربع للفيل. الحين أنا قفزت بالحصان. طبعا هذا الحصان قوي جدا، الحصان الأبيض. واحدة من أفكار نقلة الحصان على الدي 4 إني أدفع السي 6 وأطرد هذا الحصان. الحصان هذا خطير جدا، فلازم أطرده. وفي نفس الوقت حصاني أنا بعد صار خطير جدا، لكن منافسي يقدر يتخلص منه حاليا. لعب البي 4، رجعت الفيل، جاب حصان الثاني داعم للحصان الأول، وهنا مباشرة أنا طردت الحصان. ونفس الفكرة، لو ضرب هنا بدبل، ونفس الفكرة اللي قبل شوية، راح يكون عندي هجوم قوي جناح الملك. منافسي ما كسر، رجع بالحصان. الحين دفعت الجي 6 طبعا عشان أمنع الحصان من قفزات الاف 5، ولو أنه حاليا ممنوعة بالفيل والوزير والحصان، بس كدعم أكبر حال مربع الاف 5. واحدة من الأفكار كانت عندي بعد أن أجيب الحصان على الاتش 7، بعدين الجي 5، وأضغط على مربع الاف 3 بحصانين. فممكن مستقبلا أدفع، أو خلينا نقول ألعب هذا اللعبة أو اللاين، والحصان على الجي 5 ما فقط مهدد الاف 3، بيكون مهدد بعد الاتش 3. الاتش 3 بيكون مهدد بثلاث قطع. اوكي. منافسي طبعا لعب القلعة على البي 1. طبعا الحين هو مهدد دفعة البي، يعني لو دفعها الحين كنت انا بضرب عادي طبيعي، بضرب طبيعي وراح اكسب جندي، ولو اني بيتكسر بيكون عندي جنديين مدبلات وعمود السي مفتوح، لكن فيها جندي زيادة. الملك بأمنه في مربع البي 8، وبخلي القلعة على عمود السي. بس طبعا المشكلة الوحيدة بتكون عندي الحصان على هذا المربع قوي جدا. هذه ما صار الحين، الدفعة ما صارت. منافسي حضر للدفعة بنقلة القلعة أول، والحين الدفعة خطيرة. منافسي أسرع في الهجوم، أسرع بالجنود جناح الوزير. ما زالت جنودي أنا بعيدة، يعني أحتاج وقت طويل، ولو أن حاليا الفيل والوزير مانعين التبييت القصير لأنه بيخسر فيها جندي. فأنا الحين أظني أول نقلة أخذت فيها وقت طويل، نقلة حاسمة أخذ فيها 10 دقائق. كان عندي تقريبا دقيقة أو ساعة 22 دقيقة، صار عندي ساعة و12 دقيقة، 10 دقائق على هذا النقلة الحاسمة. نقلة وقائية، لما يدفع البي 4 أجيب القلعة، وهذا اللي صار في الجيم فعليا. جبت القلعة، لو ضرب هنا بضرب وانفتح عمود البي لقلعتي أنا وقلعته. لو ضرب طبعا أضرب بالقلعة، وأنا أخذت العمود القوي، هذا عمود البي المفتوح. ولو هو ما ضرب، مثلا لعب أي نقلة ثانية، أنا اللي بضرب، وبعدين بجيب القلعة الثانية وباخذ العمود بكل الأحوال. ونفس الشيء لو هو ضرب جندي الاي 6 بدل جندي السي، نفس التفريع. ولو حتى ما سوى أي حاجة، يعني أزاح قلعته، أنا بحرك قلعتي وأدبل على عمود البي اللي ينفتح. كانت هذه الفكرة. طبعا منافسي ما أكل مباشرة، دفع الاي 4. الفكرة انه يدفع الاي 5 وبعدين ممكن يدفع البي 6، ممكن يقفل الوضع او انه يضرب. لعبت انا طبعا نقلة الفيل، نفس الشيء نقلة دفاعية، ممنوع تدفع الاي 5 لاني راح اكل. ولو ان الكمبيوتر يقول عادي ما فيها مشكلة، لاني بيضحي بالحصان مقابل ياخذ هذا الفيل، فيها كش يعني، قطعة مقابل قطعة، وانفتح هجوم للأبيض. طبعا أنا ما شفت تضحية الحصان. فمنافسي الحين رجع بالقلعة الحين مهدد الاي 4. لكن تهديد الاي 4 عطتني جندي، راح أخذ جندي بلاش. بس
راح يكون عندي عمود سي مفتوح وجنديين مدبلات على عمود البي. هل الجندي الزيادة يسوى اني اضرب او لا؟ انا اخذت وقتي، اعتقد خذت تقريبا 9 دقائق وضربت. اخذ الجندي الزيادة ما مشكلة واوقف هجوم الجنود، وضربت ودخل هو بالحصان. طبعا السلبية هني انا راح اخذ جندي زيادة، مثلا راح اخذ جندي زيادة بيضرب هو بضرب انا، بس المشكلة هذا المربع ضعيف الحين بيقفز بالحصان. بس طبعا انا حضرت اني بضرب بالفيل، ما اقدر اضرب بالحصان، لو ضربت بالحصان بيضرب بالجندي، وهذا طبعا ما في هذه اللقطة. منافسي ما اخذ الجندي مباشرة، منافسي قفز اول. هنا الحين ما اقدر اضرب بالحصان، لو ضربت بالحصان الفيل راح ينحبس. طبعا بيحمي اول جندي الدي 3 وبعدين بيطرد الفيل وينحبس الفيل. فانا مجهز اني اضرب بالفيل اول، ضرب هو بالحصان الثاني، ضرب بالحصان، تكسرت القطع وانا عندي الجندي زيادة، والحين ضربت. نفس الشيء اخذ وقتي تقريبا 4-5 دقائق على ضربة الاي 4. القصد انه بعد لا مستقبلا بيكون عندي جندي البي سالك، الجندي الزيادة، وبيكون كافي للفوز. ضرب طبعا بالقلعة، لعبت الفيل، الحين مجهز حال دفعة البي 4. الفيل بيكون حامي مربع الاي 7، والقلعة داعمة جندي البي عشان يتقدم ويترقى وزير. طبعا الحصان حامي مربعين، البي 5 والبي 3 حال دفعة الجندي، يعني الجندي مدعوم ب3 قطع، بالفيل وبالحصان وبالقلعة. وهنا منافسي ارتكب بلندر، يعني اخذ وقت يفكر، وبعدين 4 دقائق نسى القلعة. القلعة ما محمية غير بالوزير، فأخذ بالقلعة، قلعة فري مجانية، ومنافس استسلم بعد خسارة القلعة. طبعا الافتتاح، منافسي كان حافظ الافتتاح، بس كان عنده مشكلة. حصاني هذا قوي جدا، منافسي ما طرد حصاني ماسك مربعات قوية، ماسك السي 2، ماسك البي 3، وماسك الاي 2 والاف 3. فمربع 4 مربعات على الوزير ماسكنهم الحصان. حصان قوي جدا، ومنافسي تأخر كثير في طرد الحصان. كان أفضل أنه لو ضرب الحصان تخلص من الحصان هذا القوي جدا، مثل ما أنا تخلصت بالحصان. أنا تخلصت بالحصان من نقلة السي 6، دفعت السي 6 وطردت الحصان، فارتحت، قدرت أحرك ملكي تحرك على السي 7، وقلعتي جبتها على العمود البي. فبسبب عدم وجود الحصان تحررت بعض القطع مثل الملك، عكس الحصاني القوي منافسي ما تخلص منه، وبالتالي ما كان قادر يجيب الوزير على الهجوم. يعني هذا الحصان ماسك مربعات قوية جدا. ونفس الشيء الفيل والوزير ضاغطين على مربع الاتش 3، فما قادر هو يبيت. لكن كان ممكن يلعب، ممكن يعني لو حاول يبيت يدفع الاتش 3 وبعدين يبيت، ولو انه بيعطيني مربع قوي للحصان. بس هذه واحدة من الافكار كانت عند الابيض. الحمد لله فزت في هذه الجولة. كانت جولة ما سهلة، صعبة. منافسي هو اللي اخذ المبادرة في الهجوم وحصل فرصة للهجوم، وطول المباراة تقريبا الكمبيوتر كان يعطيه التفوق. من بعد التبييت الطويل كان تفوق أبيض لحد البلندر، تقريبا لحد البلندر تقريبا، أو بعد نقلة القلعة. لحد نقلة القلعة كان التفوق دائما أبيض، بعد نقلة الحصان الحين تفوق أسود. وهذه واحدة من نصائح الهجوم الحين عند الأبيض، دائما الطرف المهاجم المفروض ما يكسر وما يعطي فرصة للمدافع انه يكسر. فراح حصانين مقابل حصان وفيل، فارتحت انا كلاعب اسود،
فالحين الوضعية سهلة صارت. خلاص جندي بي مفتوح، الملك أقدر أجيبه على مربع الإي 7 للحماية، أدفع البي، أدب القلعتين على عمود البي، والوضعية أفضل بكثير للأسود حاليا. الحمد لله على الفوز. هذه كانت الجولة الثامنة قبل الأخيرة. ولو أني فقدت فرصتي يعني في الخمس أني أخذ أحد المراكز الخمسة الأولى، لكن الحمد لله فوز. نشوف الجولة الأخيرة، ممكن أحيانا بعض النتائج تساعدك، ونشوف الجولة الأخيرة. شكرا، بالتوفيق إن شاء الله.